صوت الحكاية، حكايات تروى بصوت الزمن الجميل. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. يا ترى ايه الشخصية اللي هنقدمها الليلة؟ طبعا شخصية زي كل الشخصيات اللي بنسمعها في البرنامج بتاعنا، شخصية بتؤدي لنا خدمات وبتتحمل متاعب، لكن محدش حاسس بيها، مع انها تقدر تعلينا وتقدر تنزلنا الارض، لكنها شخصية لا حول لها ولا قوة. تقدر تقول شخصية سواق، لكن سواق ولا كل السواقين. بيشتغل سواق وكمساري في وقت واحد ومن غير تذاكر، يوصل الراكب الحتة اللي عاوزها مجانا، ان شاء الله يركب 100 مرة في اليوم. وبرضه بيتحمل متاعب الركاب، اللي يشخط واللي ينطر واللي يزعق واللي يتخانق. والعربية اللي بيسوقها تختلف عن كل العربيات، ما تمشيش على عجل. الاتوبيسات والعربيات كلها تمشي في اتجاه، وهي الوحيدة اللي تمشي في اتجاه تاني. مفيش عسكري مرور يقدر يحوشها ولا نور احمر يقدر يوقفها. طبعا عرفتوها ولا ما عرفتوهاش؟ ما عرفتوهاش؟ عامل الأسانسير، برنامج كتبه محمد خيري. اقفل الباب كويس يا سيدنا اللي فوق، اقفل الباب، سيب الأكرة من فضلك. يا سلام، محدش بيعمل حساب التاني ابدا. لا مؤاخذة يا استاذ فؤاد. مؤاخذة مش مؤاخذة، دي احنا واقفين، بس يعني ما كانش حقك تسيب الاسانسير يطلع لوحده. بس اعمل ايه؟ تعمل ايه ازاي؟ مش هي دي شغلتك؟ لو كنت طلعت بالاسانسير ما كناش اتلطعنا دلوقتي. كنت بفطر واللقمة ببقي ساعة ما جاه. الله يجازيه عم بركات، عاوز يطلع لصاحبه اللي في الدور العاشر، قلت له استنى لما ابلع اللقمة واطلع معاك. شخط فيا وقال لي انت عاوز تطلع روحي ولا تطلعني؟ وحياتك ما سألش، راح قافل الباب وقال انا هرجع على طول حالا، هنزل قبل اللقمة ما تنزل في بطنك. لكن حد يسيب شغله وياكل؟ مش كل شيء له وقته؟ ما هو ده الوقت المناسب، اصلي بشتغل من الصبح بدري لغاية الساعة 10، تكون السكان كلها راحت اشغالها وتكون التلامذة راحت مدارسها. بعد كده الحركة تهدى، يعني لا حد طالع ولا حد نازل. يقوم محسوبك ينتهز الفرصة دي وافطر مع عم ادريس البواب، نشتري طبق فول مدمس ونص رطل قوطة وكم قرن فلفل، وبعد ما نحمد الكريم نشرب الشاي مع بعض. ودي فيها وفر العامل زي حالاتي وجريته على قده. بدل الحكاية الطويلة دي كنت انت طلعته وبعدين كملت اكلك، هو كان الاكل هيطير يا راجل؟ عندك حق، لكن حكاية النهاردة كانت صدفة عمرها ما حصلت قبل كده. وكمان عدم المؤاخذة، عم بركات راجل كبير لابس سديري تحت الجاكيتة ومعلق كتينة، يعني من أرباب المعاشات. قول مرضتش هزعله، وكنت فاكر أول ما يطلع يقفل الباب، لكن أعمل إيه؟ محدش بيعمل حساب غيره. ما أنا عارف يا سيدي، الأسانسير اللي مالهش عامل يبقى يا ويل اللي طالع واللي نازل، خصوصا إذا كان المبنى فيه أدوار كتير كده. الاسانسير وصل يا استاذ فؤاد. دي اصول برضه يا عم بركات. اصول ايه يا ابني؟ مش قلت هتقفل الباب اول ما توصل تقوم تحجز الاسانسير في الدور العاشر زياده عن نص ساعه؟ ما يجيش نص ساعه. مش لازم تعمل حساب الطالع والنازل؟ الله، انت هتقضيني كويسه خالص. شفتني خدت الاسانسير في جيبي، لازم تحاسب على كلامك. وسيادتك حاسبت على كلامك؟ مش قلت اول ما هتطلع هتقفل باب الاسانسير؟ الحكايه بسيطه، انا كنت ناوي اكلم صاحبي كلمه ورد غطاها، قلت لنفسي يا واد خلي الباب مفتوح عشان انزل على طول، وانت عارف ان الحركه قليله في الدور العاشر، قليل اللي بيطلع، يبقى عندي حق. لكن اللي حصل ان صاحبي مسك فيا وفضل يحلف عشان اشرب فنجان قهوه.
كنت اكسفه؟ طبعا لا. ويبقى عندي حق، ويا دوبك فنجان القهوه خلص رحت نازل على طول. ايه اللي حصل بقى؟ تقدر تقول لي؟ لا ولا حاجة، الحمد لله اللي ما مسكش فيك على الغدا. احفظ لسانك، انت هتتريق؟ يا سيدي العفو، انا اللي استاهل. طبعا تستاهل. عاوز حاجة كمان؟ يا فتاح يا عليم. يعني ايه يا فتاح يا عليم؟ يعني يا فتاح يا عليم. يا سيدي مع السلامة، حقك عليا. انا هسامحك الدور ده. امرنا لله. يلا يا سيادنا اتفضلوا. اتفضل يا حاج، اتفضل. 4 بس من فضلكم. الاسانسير ما يشيلش اكتر من 4. كفايه عطله بقى. والله يا استاذ فؤاد ما اقدرش. الخامس يتفضل بره، خلينا نطلع. والخامس يبقى مين فينا بقى؟ هو عارف نفسه. لا مؤاخذه يا استاذ، اتفضل انت. اشمعنى انا اللي هتفضل؟ علشان حضرتك اخر واحد. مش حاجه واحد زياده ما تحبكاش على الاخر يا الاسانسير ما يتحملش. يعني الخامس هو اللي هيعطله مش حاجه؟ هو ايه مش حاجه؟ الخامس مش حاجه، والسادس مش حاجه، والسابع مش حاجه. يا سيادنا مش طريقه الاسانسير يتعطل. والله احنا تعطلنا. اطلع انت، مالكش دعوه. ازاي ماليش دعوه؟ دي شغلتي وانا المسؤول. كل واحد ماسك شغلانه عاوز يتحكم في الناس. بالاصول. الاصول قالت لك خلي واحد يخرج، مش يمكن يكون مستعجل ولا وراه امر ضروري. دي الاصول. وايش عرفك بالاصول؟ الاصول ان واحد يخرج. الاصول ان واحد ما يخرجش. ما تبقاش اصول. ايوه ما تبقاش اصول انه يخرج. خلاص خليكم متعطلين. بتقول ايه؟ يعني كده ايه الحكايه؟ الاسانسير متعطل؟ لا مش متعطل. مش كنت بتقول لنا انه متعطل؟ اصل فيه واحد زياده عن حمولة الاسانسير. ايه؟ بتقول ايه؟ يعني مش هتعرف تصلحه؟ الاسانسير ما يشيلش غير 4 بس. بتقول ايه؟ ايه المهندس؟ بقول انا فاهم كويس. مفيش داعي للعطله. عن اذنك اخرج، المشوار بسيط. الدور الثاني. الحمد لله اهي جت من ربنا. اطلع بالاسانسير بقى. ايه يا حضرة؟ سيب الباب. اسيب الباب ازاي؟ انا طالع معاكم الدور الجاي. اشمعنى بقى؟ انا جات لي ورقه من المحامي اللي في الدور السابع يقول لي احضر حالا يا معلم مدبولي، ومعاك قرشين عشان قضيت النفقه اللي عنده، والجلسه بكره. العدد كامل يا معلم مدبولي. وماله لما يكون كامل وانا اللي هنقصه؟ يا معلم خليك للدور الجاي. الله، بقول لك مش فاضي. مفيش مكان ليك. بقى انا اللي هضايق الاسانسير. اما امرك عاجل يا سيدي. اعمل معروف المره الجايه. الله، باين عليه مش هيجيبها البر. اشمعنى انا؟ مفيش حاجه اسمها اشمعنى، المساله بالدور. طب ومال؟ وانا عرفت في كده السانسير يساع 2 كمان. لكن الحموله 4 بس، ودلوقتي تبقى انت الخامس. الخامس السادس زي بعض. المهم هوصل للدور اللي انا عاوزه. يلا بقى بلاش لماضة. يا سيادنا فهموه، خلينا نطلع. لا مؤاخذه يا حضرة، دلوقتي احنا 4 ولو ركب معانا حد تاني هيتعطل بينا الاسانسير، وعشان كده لازم تستنى للدور الجاي. الحكايه دقيقه واحده. الله، لكن انتوا مش 4 دلوقتي، انتوا 5. لا 4. سلامة الشوف. 1 2 3 4 5. مظبوط ولا لا؟ ده الخامس عامل الاسانسير ما يتحسبش في العدد. وعامل الاسانسير طالع لمين؟ مش طالع لحد، طالع يوصلنا. يبقى يخرج هو واطلع انا. الظاهر المناقشه هتطول من غير فايده. لازم واحد فينا يخرج يا جماعه. انا لا. وانا لا. ابقى اخرج انا عن اذنكم. ايه يا استاذ فؤاد؟ تبقى اول واحد وعاوز تخرج؟ انا كنت ظلمك، انت مسكين. لو كل واحد يحافظ على الاصول ما كناش نتعطل ابدا. اتفضل يا حضرة. اتفضل يا معلم. وده معقول تخرج عشاني؟ مش ممكن. زي بعضه، الدنيا ما اضطرتش. اخرج انا. ما خلصونا. نعمل ايه في تحكم اخينا؟ خلاص ما دام مستعجل. ولو انا برضو راجل افهم الاصول. انا قلت لنفسي اهو ده ادخل بالعافيه زي الواحد ما بيعمل في الاتوبيس وهو اللي بيشيل 4 بيشيل 5، لكن الله يجازيه صاحبنا غصب عنه. خلاص اتفضلوا بالسلامه. 7 5 6. الله، مين داس على الزرار ونزل الاسانسير تاني؟ انا. ازاي يا حضرة؟ اصلي طالع، قصدي نازل الدور التاني. وما قلتليش ليه؟ مش لازم تقف في كل دور عشان اللي عاوز يطلع واللي عاوز ينزل؟ انت فاكر نفسك راكب في اتوبيس؟ مش شايف العمارة فيها كام دور؟ عاوزنا نقف عمال على بطال؟
وانا كمان سألت على الدور اللي عاوزه كل واحد فيكم. انت منكف ليه؟ كل واحد عاوز تعمل معاه غاغة؟ مش كفايه طلعتني للدور الخامس؟ كنت اخرج وانزل على رجليك. يبقى ايه فايدة الاسانسير؟ يعني اللي طالع الدور السادس والدور السابع ينزلوا معاك تاني؟ امال عاوزني انا اللي اطلع من غير مناسبة؟ خلاص خليه ينزل الدور اللي هو عاوزه، بلاش مشاكل. سامعين اللي بيسقفوا تحت عاوزين الاسانسير؟ كويس لما يشتكوني. شاهد يا استاذ فؤاد. امرك لله. اتفضل يا سيدي، ادي الدور الثالث. شاكرين قوي. ايه يا سيدنا ما تلعبش في الزرار تحت، ادي احنا جايين. الله الله الله، اهم سحبوا الاسانسير لتحت. كويس كده. مش طريقه ده بقى. يا حضرة شيل ايدك من على الاكرة يا جماعه، دي مش اصول. حاجه كويسه قوي والله، عايزيننا بنتفسح في الاسانسير بقى. عدم المؤاخذه يا استاذ فؤاد، اديك شايف علشان تعذرني 60 خناقه في اليوم ومعاكسات ومضايقات، وافضل اسايس كل واحد. اعمل ايه؟ اكل العيش عاوز المحايله، ويا ريت يقدروا تعب الواحد، واقل غلطه اتحاسب عليها، لان المفروض انا اللي غلطان دايما. وان فتحت بقي يقولوا ده حته عامل اسانسير. ايه اللي بيعمله ده؟ انا بشتغل زي الداده. معلش، مسير كل واحد يراعي مصلحه الغير زي ما بيراعي مصلحته، وساعتها نبقى نستريح خالص. اسمع من بقك ربنا. ايه رأيك بقى يا عم ادريس؟ إيه؟ دماغ محسوبك تقيلة خالص. وعاوز ايه يعني؟ انت مكار واحنا عارفينك. عاوز واحد شاي؟ تاخد بالك من الاسانسير. لا يا حبيبي لا، ان كنت عاوز شاي ندولك شاي. شوف بس، لا أنا لا هوصل للبيت شوية. لا 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 لا، مش قادر اصمل في الشغل، وانت شايفني واقف مزروع طول النهار، والحركة كانت شديدة قوي، وكل واحد يطلع وينزل يجي 10 مرات زي ما يكون عمرهم ما ركبوش اسانسير. يا اخوي مش كل واحد بيشوف مصالحه ابدا. إيه؟ ساعات اطلع واحد وبعد دور يروح نازل تاني، يقف على باب العمارة دقيقة من غير اي طلب، ويروح طالع تاني. وخد عندك بالشكل ده ناس كتير. لو كان الواحد بياخد تذاكر على الطلوع والنزول كان العدد قلل العشر. لكن انت شغلتك كده يعني كمني طالع نازل ما بتعبش؟ ده انت لو تعد كم مرة بطلع في اليوم. كنت طلعت السما. يا ابني انت طالع نازل وانا قاعد، وعلشان كده الناس بتحسد البواب، متهيلها انه ما بيتعبش واصل. لكن كل شغلانة فيها التعب وفيها الراحة، ده حتى النوم بيتعب. المهم انا هوصل لغاية البيت احسن، رجليا بتنقح عليا، والوقت ده الرجل بتخف خالص، يعني لا حد طالع ولا حد نازل. انا يا ابوي حلفت يمين الله ماليش دعوه بالصنصير. من نهار السكان اللي ساكنين فوق السطوح ما تخانقوا معايا، ما هو ما حدش بيعدبوا الجد. مش واخد بالي امتى؟ شوف بقى، من كام يوم الجماعه اللي ساكنين في الاوضه فوق السطوح حضروا بالليل اهو الساعه 2-3 الصبح كده. فتحت لهم باب العماره، عاوزين يطلعوا بالصنصير لحد الدور العاشر، وبعد كده يطلعوا الدور الاخراني على رجليهم. وبعدين يا سيدي ليلتها بقى كان علشان حظهم الصنصير عطلان، وقفوا مسهمين، ما هو ما كانوش قادرين يقفوا، رجليهم مش قادره تشيلهم يا ابوي. يا سلام. لكن لازم يطلعوا 11 دور على رجليهم. قالوا ما فيش مفر، وهات عندك. فضلوا طالعين سلمة ودور، وكل واحد بيغني دور. ما هم بيسلوا تعبهم مساكين. وبعدين وفي الفجرية لقيت واحد منهم بيصرخ فيا: انت يا راجل انت عقلك فين؟ ازاي تنسى تدينا مفتاح الأوضة؟ مش كفاية نطلع 11 دور على رجلينا؟ الله، طب وانت مالك ومال المفتاح؟ ما هو يا اخوي اصل المفتاح ضاع منهم كم مرة، واتفقوا معايا اشيل المفتاح، قاموا في الليلة دي نسيوا ياخدوا المفتاح. يبقى انا ذنبي ايه؟ ما هو ما افتكروش الا ما بقوا فوق السطوح. يبقى ذنبي ايه يعني؟ اما فصل متعب صحيح، لكن انت مالكش ذنب. من ساعتها قلت يا ادريس تمسك شغلانتك وبس. لكن انا بطلب طلب بسيط، تاخد بالك الساعة اللي فاضلة. يا حبيبي ماليش دعوة، انا مستعد اجيب لك برشامة واحد شاي تعدل دماغك، وبلاش وجع دماغ يعني. شوف يا فتحية، احنا لازم نعزل اول الشهر. خلاص
تشوف لنا منظره في الدور الارضي. حد يسيب الرواق اللي في رابع دور وفوق السطح ويسكن في منظره في الدور الارضي؟ بتعب من طلوع السلم، ما بقاش فيا نفس. من 3 ادوار ولا 4؟ ده انت لسه شباب. مش شايفاني عمال انهج ازاي؟ امال لو ما كنتش عامل اسانسير يعني ما بتطلعش برجلك ابدا؟ ما هو ده سبب تعبي. قبل ما اشتغل في الاسانسير كنت اطلع 10 ادوار ما بيهمنيش. وايه اللي جرى؟ الجسم بيتكيف حسب الظروف، واللي زي حالاتي يا اما يسكن في بيت فيه اسانسير يا اما يسكن في اول دور. ما انت زهقان من الاسانسير. ايه اصل انا عامل زي المنشار طول النهار طالع نازل، وخد يا زعيق مع كل واحد لما دماغي اتصدعت ورجليا مش حاسس بيهم. الله يجازي ابوكي. هو ابويا ذنبه ايه؟ مش كتر خيره اللي شاف لك الشغلة دي. شغلة وجع قلب، حد بياكلها بالساهل؟ ما عندك ابويا بيشتغل عامل اسانسير من قبل ما تتولد وعمره ما اشتكى، وديك عارف اشتغل في محلات كبيرة وفي مصالح حكومة والشغل بيبقى كتير. بالعكس ناس بتطلع بمواعيد وبتنزل بمواعيد وبقية النهار ما فيش شغل، ويمكن تلاقي 2 3 بيشتغلوا في اليوم. لكن عمارة زي اللي بشتغل فيها عاملة زي خلية النحل، سكان ومكاتب اشكال والوان وزباين طالعة ونازلة، واللي فارقني ان ساعات واحد يطلع وينزل يجي 10 مرات. ربنا يساعدك. لا وبيني وبينك كمان شغل كتير واجر قليل، محدش مقدر شغلنا. وهتنسى البقشيش؟ مش برضو فيه ناس كده بتقدر وبتديك اللي فيه الاسم؟ قليل، محدش بيهون عليه حاجة دلوقتي. وعلى كل حال انا مكلم كام واحد يشوفولي شغلة تانية غير دي. ازاي بقى؟ هتفضل تتنطط؟ يعني عاوزاني اعدم خالص؟ بعد الشر عليه. لكن بس يا اخويا لما كل واحد يسيب الشغلة بتاعته يبقى مفيش حد بيشتغل والناس كلها بتشقى والدنيا عايزة كده. لكن شغل عن شغل يفترق. لهو انت لما تسيب الشغلانة دي مش واحد غيرك هيمسكها؟ طبعا. ويبقى ايه لازمة الشحططة؟ والواحد ما يحبش يتبطر على اكل العيش. انا مش معاك في الحكاية دي ابدا. ايه وناسية الاخطار اللي فيها. اخطر ايه بقى؟ ناسية اللي حصل الشهر اللي فات لما الاسانسير اتعلق بينا، لا عاوز يطلع ولا ينزل، ولولا بوليس النجدة والمطافي كنا فطسنا انا واللي معايا. الله لا يقدر. لكن ده انتوا ما قعدتوش كتير. مش واخدة بالك. انا هفهمك. فهمني يا اخويا فهمني. بقى اكتر الاسانسيرات اللي بنركبها معمولة غلط في غلط. وبيعملوها غلط ليه؟ اصل اكتر الاسانسيرات تلاقيها زي العلبة الضيقة، اول الباب ما يتقفل يبقى مفيش منفذ للهواء. تصوري علبة مقفولة فيها 3 4 تنفار يقعدوا كام ساعة محبوسين. شوفي بقى ايه اللي يحصل. ايه دول يفطسوا بالظبط. وعلشان كده تلاقيني في الصيف اسيب ضرفة مفتوحة واتك على الزرار بصباعي بدل الضرفة علشان الاسانسير يتحرك، وافضل متشعلق كده طول الادوار. يا ندمتي ده انت تدوخ. وان دخت ولا رجلي زرقت يمكن اقع في بير الاسانسير ولا اتحشر في الحيطة، وساعتها تبقى انت بقى مرات المرحوم. فلا الله ولا فلك يا شيخ. وليه يا اخويا يعملوا الاسانسير زي العلبة؟ ده النوع اللي بيتعمل في اوروبا، محدش بيراعي الفرق بين الجو هنا والجو هناك. عندنا حر وعندهم برد، فيعني لازم يكون فيه فرق، ويعملوا فتحات يمر منها الهواء علشان لما يحصل حادث ويتشعلق الاسانسير يبقى مفيش خوف. والنبي فكرة كويسة. لكن قولي ان الفكرة دي بكرة تتحقق لما المصانع بتاعتنا تعمل كل الاسانسيرات حسب جو بلادنا، ونبقى مش محتاجين حاجة من بلاد بره ابدا. لكن عندك حاجة تانية. ايه بقى؟ لازم يكون فيه رقابة على الاسانسيرات، يعني الاسانسير الواحد يخدم كام واحد بس، فاذا كانت العمارة فيها حركة كتير يكون اكتر من اسانسير. ما انا بشوف العمارات الكبيرة فيها اكتر من اسانسير. يبقى واحد شغال والتاني بطال علشان التوفير، لكن مصلحة الناس اهم، وكل اسانسير لازم يكون له عامل او 2 يعملوا نبطشية. المهم بقى قومي هاتيلي شوية مية وملح ادبل بيهم رجليا. مش لما تتغدى؟ المية قابلة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عاوزين ايه؟ عاوزين ايه؟ عايزين الاسانسير. ايه ده ايه
هو انا مش مطلعكم من 5 دقايق؟ ايه بقى اللي خلاكم تنزلوا تاني؟ فاكرين السنسير لعبتكم ولا ايه؟ معايا العفريت عاوزين ايه دلوقتي؟ طلوع مفيش، اللي عاوز يطلع على رجليه، انتوا لسه صغيرين والسنسير عشان الكبار اللي زي حالتي. اتفضلوا بقى من قدامي، يلا اتفضلوا بقى. دي انا هقول لاهاليك وانا عارفكم واحد اما عيالك الزمن ابي. دي يا ساتر. السلام عليكم. زعلان ليه؟ عشان العيال الاشقياء دول طلعتهم من 5 دقايق بالسنسير، واول ما نزلت لقيتهم زي العفاريت قدامي عاوزين يطلعوا تاني. هو السنسير لعبه ولا ايه؟ دي حاجه مش تمام دي. يعني الاسانسير كان بيشتغل دلوقتي؟ وحياتك ما تحلفش بحياتي ابي. امال ايه الورقه اللي متعلقه عليه ومكتوب فيها بالخط العريض متعطل؟ عشان نريح السنسير حبتين من الطلوع والنزول. وحضرتك عاوز تطلع دلوقتي؟ يبقى كتر خيرك. اتفضل معايا. الدور العاشر. الله انت مش شاعر بحاجه؟ ايه حصل؟ ايه في حاجه؟ الاسانسير عمال يتهز زي المرجيحه. الله في زلزله. اصبر يا رب. ابي ما تخافش يا ابوي، خلي قلبك جامد. انت مش حاسس؟ هو اصل الحموله قليله. شوف اهو وقف. دوس على الزرار تاني، دوس على الزرار تاني. اها طلع. الحمد لله. وادي الدور اللي انت عاوزه. مش مصدق اني وصلت. يا سلام، اديني عمره وطلعني في الاسانسير. اتفضل. يا دوبك الواحد بلع ريقه. السلام عليكم. عليكم السلام. على فكرة يا سيد بركات. نعم يا حبيبي. تحب نطلعوا لك السنسير تنزل فيه تاني؟ ايه وده معقول؟ والسلالم راحت فين؟ اهي مرة عمرها ما تعود. ليه؟ هو حصل ايه؟ الظاهر انتوا واخدين على كده. سلام عليكم. سلام. أربعة بس من فضلكم. يا أستاذ خلصنا الله. الأسانسير ما يتحملش غير 4. يلا من فضلكم عاوزين نطلع. محدش عاوز يسمع الكلام. الأسانسير هيتعطل في السكة. ما تعطلناش بقى. 4 بس. أنت مناكف ليه؟ 4 بس. 5 دقايق. 4 بس. كل دور تعمل دوشة. 4 بس. عن إذنكم أنا خايف بقى. دلوقتي نطلع. استمعتم إلى برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن عامل الأسانسير، كتبها محمد خيري. صور الشخصيات: إحسان شريف، عبد الغني قمر، لطفي الحكيم، صبري عبد العزيز، عباس نويته، إبراهيم كمال، نظمي رزق، عبد الفتاح غب. والأطفال: أنصاف حافظ، محمد عبد الغني، فاطمة عبد الغني. وقام بدور عامل الأسانسير أحمد الجزيري. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يقدمه لكم السيد بدير في مثل هذا الموعد من كل أسبوع. صوت الحكاية، حكايات تروى بصوت الزمن الجميل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم أجمل الحكايات بصوت الزمن الجميل. دمتم بكل الخير.